السلام عليكم. أنا زعلان على حيط حياتنا صور عاشت لأغلى الناس، نحتها حكم القدر وطبعها بالإحساس، خلفية واضحة وبيزنها قمر غارب، برواسها شارب حنين الحب والإخلاص. الصورة جمعت أحبة في الغروب ماشيين بيلوحوا بالوداع، في إيديهم النياشين جرين وراهم تاريخ بالخير، سنين فاتوا ويوم ما ماتوا لقيتهم في القلوب عايشين. في ركن من الصورة ظهر فارس جواده معاه، شايل متاعه ومصمم على السفر وياه. العجل راح في الضياع والشارع عمره ما باع، ساعة ما جال الوداع خد قلبي معاه. غمضت عيني لقيت الصورة بالألوان، حتى المشاهد بتتكلم بكل لسان، أتريها جملة ومكتوبة بأمر الله، بتقول طبيعة الحياة ما تدومش للإنسان. أنا قلت عارف قدر ربي ومؤمن بيه، لكن فراق الأحبة مر حاسس بيه. والصورة ذكرى بتتكرر بحكم القدر، واللي بينفع بشر لازم يخافوا عليه. ناديت عليهم لكن حظي ما وفقنيش، مع إنه صوتي لكن صامت ما سمعنيش. ساعة ما جف اللسان بالرد من خلي، وكأنه قال لي أنا آسف ما يمكننيش. برقية مني بتحية للتراب والطين اللي بيحضن رفات الحب والغاليين. هنعيش على الدرب ونكمل مساعيكم، وربي بيكم هيجمعنا في يوم الدين. كان حظي منك ومن الأيام وسنيني، لما نويت الرحيل يا أعز من عيني. طب خد طريقك وأنا في الدنيا بتألم، ويا ريت تسلم على الغاليين يا شربين. شكرا. قبل ما الاستاذ نصري يقدم الفقره القادمه، انا احب اشكر جدا الاخوه اللي معنا ساعدونا في اقامه الندوه، الاستاذ سيد بسام زينه مدير عام الفرع،